رغم وصول أعداد كبيرة من مقاتلي سرايا السلام إلى أطراف قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين والذي يخضع لسيطرة داعش، لكن القيادات الأمنية بالمحافظة لم تعطي الضوء الأخضر بالمشاركة أو خوض المعارك إلا بعد استحصال موافقة المراجع حسب قولهم. نحن نرحب بأي جهد عراقي خير جاي يريد يساعد القطاعات ويريد أن يحرر الأرض المغتصبة. احنا هذا الموضوع طبعا قابل للنقاش. عندنا مرجع اللي هي قيادة القوات قيادة العمليات المشتركة، راح نفاتحهم وبالتنسيق مع قيادة الحشد الشعبي الموجودة بالمنطقة، وإن شاء الله خير. يعني احنا محتاجين قوة إضافية لتحرير الشرقاط. الحكومة المحلية طالبت بتحرير الشرقاط سريعا ورغم إشادتها بسرايا السلام، لكنها شاطرت القيادات الأمنية الرأي وأكدت أن القائد العام للقوات المسلحة هو من يعطي الأوامر بشأن المشاركة أو العكس. يعني في الوقت الذي تقدر وتثمن فيه حكومة محافظة صلاح الدين هذه المبادرة الوطنية والإنسانية أيضا في نفس الوقت، إلى أننا لا يجوز لنا أن نبوح أو نعطي أوامر بدلا من القيادة العامة للقوات المسلحة في الاشتراك في العمليات العسكرية. كلنا نرتبط بقائد عام القوات المسلحة، وأكو عمليات مشتركة وعمليات لصلاح الدين. أما مقاتلو سرايا السلام وبعد تلبية نداء زعيمهم مقتدى صدر أعلنوا جاهزيتهم لاقتحام معاقل داعش في أي مكان من الشرقاط وإنقاذ العوائل من سطوة عناصر التنظيم. لبينا اليوم النداء وكنا على هبة الاستعداد، ونحن الآن على مشارف الشرقاط. احنا حاليا متواجدين بمنطقة الحجاج. التقينا بالجانب القوات الأمنية قيادة عمليات صلاح الدين، وننتظر التنسيق ونحن جاهزون لأي شيء يعني يصدر بالاجتماع. نحن حاليا على أسوار الشرقاط ومستعدين في أي وقت اقتحامها وإنقاذ كل العوائل المحصورة في داخل المدينة. هادي العنبقي، الحرة.